السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هعمل معاكم الفسيخ زي ما انتوا شايفين بلون بامبي جميل، واللحم فاصل اهوت عن العظم وعن الجلد زي ما انتوا شايفين جميل جدا. يعجبكم ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. وهقولك لو فستيف هتحطيه مدة قد ايه، وهقولك الملح المظبوط ليه قد ايه، والشطة والكركم عشان ما يبقاش ممرر معاكي. ان شاء الله هيعجبك. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل النهارده معاكم الفسيخ. البوري ده ازاي تعرفي ان هو بوري صابح؟ تمسكي البوريه كده من الديل، والبوريه تبقى واقفه معاكي كده حلوه وجميله، ولازم تكون لونها بيلمع زي ما انتوا شايفين كده، ولازم النونوش بتاعها يكون احمر زي ما انتوا شايفين كده، والعين بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده بتلمع اهيت. البوريه بتعرفها منين؟ الحته ديت كده بتبقى جايه بميلان، ما بتبقاش جايه ببوزه، والحته دي هنا كده جايه بدوران كده. ديت البوريه اللي البوري اهيت. الدبارة ما بتبقاش حلوه في الفسيخ. هنا انا جايبه التلات بريات دولت 2 كيلو الا ربع، يعني الواحده حوالي 550 جرام. هغسله واحطه في مصفى يتصفى، واوريكم انا هملحه ازاي بعد ما نشطفها من هنا من عند النغنوش كده كويس. لو فيها اي تراب فيها اي حاجه، بس المكان نشطفها من فوق، انه لازم نبقى موقفينها كده. نشيل الدم كله اللي فيها اهو. التراب اللي طالع في الحوض عامل ازاي. هنا كده زي ما انتوا شايفين لازم السمكية تكون راسها لتحت عشان المية ما تخشش جوه البطن السمكية. وكده هغسل الثلاث سمكات واحطهم في المصفى، وبعد كده هحط في النغنوش بتاعهم مناديل. كل جنب احط 3 مناديل كده اهو زي ما انتوا شايفين اهيت. هحطها هنا اهو، بس طبعا هي نزلت دلوقتي كده على ما انا هحط التانيين كلهم ما يمسكوا بعض. هحطها بقى فوق، احط مناديل قد ما اقدر. يعني انا هنا كده بحط 3 مناديل في كل جنب من الخياشيم. شوفوا كده الزنقه دهيت دي مسكت دي كده. هنا احط بردك في الخياشيم هنا. علبه كده لقيت الشفشق صغير عليهم، جبت علبه بحيث ان هما يقفون كده همت ما ينزلوش تحت، واسيبهم بالطريقه ديت اهيت. واحط عليهم شرب ابيض واحطهم في الفنوات. البوري اهوت حطيته في العلبه، لازم ما يكونش الراس نزل لحد اخر العلبه، هي في ارتفاع ما بينهم اهيت. وهحطهم كده واحطهم في المروحه بحاجه خفيفه خالص، يعني بشرب كده خفيف عندك اهوت. انا كنت عاملاه في شهر 6، فانا حطيته 4 ساعات في المروحه و4 ساعات في التلاجة. لو انت حطاه في 7 و8 في الحر هتحطيه ساعتين وساعتين. السمك اهو البوري زي ما انتوا شايفين ناشف قدامكم خالص اهوت. وهو طبعا انا اللي قلت لكم الحرف بتاع السمكه البوزه البق بتاعها لازم ميبقاش طالع العلبه من تحت زي ما انتوا شايفين. حطيته حوالي يعني احنا مثلا النهارده 7/6. لو احنا في الحر عن كده كمان يعني انا حطاه بتاع 4 ساعات. ممكن انت لو حر عن كده في شهر 7 مثلا مش هحطها 4 ساعات، هحطيه ساعتين وساعتين في التلاجة. انا حطيت ساعتين بره في المروحه، وطبعا مغطيها زي ما انتوا شفتوه بشرب خفيف. وبعد كده حطيته في التلاجة بردك على 4 ساعات. هبدأ بقى اعمل هنا كده زي ما انتوا شايفين السمكة جمدت اهيت. هعمله كده مساج. طبعا احنا مش هنيجي ناحية البطن نهائي، الظهر بس. لحد هنا كده. هضغط من هنا كده وهعمل هنا كده بردك. هضغط من ناحيه بردك هنا كده الديل من هنا من فوق كده عشان تفصل عن العظمه اللي هي بتاعت السمكه من جوه، تفصل عن اللحم لحد ما بحس ان هو طرف في ايدي اهوت خالص.
اهم حاجه ملناش دعوه بالبطن نهائي. كده السمكه اتفردت معايا اهي، لسه دي كده. لحد هنا كده منجيش نهمتها، يعني من هنا كده هضغط كده هنا على سلسله الظهر بردك. كده انا هبدا اشيل المناديل. كده هي امتصت الدم كله اهوت. يعني انا اشوف اوريكم العلبه كده، عشان انا كنت مصفيه في المصفى في الاول وبقى نطره ميه بسيطه، وهنا كده المناديل شربت الدم كله. طبعا عارفه حاطه كام منديل، حاطه 3 مناديل، فلازم اشدهم كلهم. هنا كده انا جبت كيس ملح ناعم، حاول بردك انضف المغنوش لو فيه دم، بس الحمد لله انا ما لقيتش فيه دم نهائي. الملح زي ما انتم شايفين لو فيه دم هتلاقي الملح لونه غير، هو لونه غير حاجه بسيطه جدا. ده يعني ده الاحسن، عشان ان انت يبقى مفيش نقطه ميه او نقطه دم في قلب النغشيش. زي ما انتم شايفين انا بنضف الملح اهوت، يا دوبك ايه بحط الملح. شوفوا الملح حاجه بسيطه جدا، لان انا مصفيه كويس. انا جبت طبق كده حطيت فيه الملح، ده نص كيلو ملح خشن زي ما انتم شايفين اهوت، بيجي من عند العطار. الكيلو فيه ب3 جنيه. هحط عليه هنا كده، انا حطيت معلقتين شطه زي ما انتم شايفين، وهحط نص معلقه كركم اهي، نص كده شويه، واقلبهم مع بعض. شويه زيت، انا هحط كده الملح هنا في النعشيش اهيت، واحطه في البق هنا كده. انتوا شايفين كده انا مليت البق كله اهوت، وهنا كمان اهوت. بعد ما انا ملحته من الراس بس هجيب كيسه، ويا ريت تكون كيسه جامده شويه. احط بقى فيها ملح الاول الارضيه زي ما انتوا شايفين اهوت، واحط السمكه كده وانيمها، واحط التانية عكسها، واحط التانية عكسها كده، واحط بقيه الملح بقى فوق منهم. كده بدأت كده اهو الملح شويه هنا كده، مش عكس القشره كده، يعني كده اهوت، وهنا زي ما انتوا شايفين مش عكس القشره كده زي ما انا قلت لكم كده. بس ما كده هما احاول بقى اقفل عليهم كويس بالفوم او كده، اطلع الهواء. وهجيب كيسه كمان، كده زي ما انتم شايفين 3 اكياس اهمت. هنا كده بعد ما حطيتها في 3 اكياس بلفها بالاسترتش كويس جدا،
بالطول وبالعرض لحد ما اقفل بالاسترتش كويس جدا، يبقى مقفول عليه محكم زي ما انتوا شايفين اهوت. انا مسرعه الفيديو بس عشان ما ياخدش وقت منكم. بالطول وبالعرض عملت الاول بالعرض وبعد كده عملته بالطول. هلف كويس جدا، وبعد كده هلف في ورق ألمونيا كمان، ده هيحتفظ لي بالحرارة بتاعته وهيستوي كمان اسرع. وطبعا في الصيف انا زي ما انا قلت لكم انا سبته هنا 11 يوم، لو في الشتاء هتسيبيه بتاع 20 يوم. وجبت بعد ما لزقت بالورق الألمونيا لزقته بستيكر كمان عشان يبقى محكم جدا كده، مش هينزل معاكي ولا نقطة مية ولا هيعمل معاكي ريحة وحشة في البيت. وهتقفليه وتحطيه في كيسة وتقومي قافلاه كده. انا بلفه بالسولوتيب كمان طول وعرض بردك، وبقفله من كل الاتجاهات زي ما انتوا شايفين اهوت. لو عجبك الفيديو لحد دلوقتي ما تنسينيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا، واعملي مشاركة مع اصحابك اللي بيحبوا الفسيخ. هنا كده انا خلاص غلفته بالسولوتيب، حطيته في كيسة كمان. كل دي اكياس فاتحة، اصفر او بامبا او ابيض ماشي تمام. وبعد كده بنحطهم في الاسمر في الاخر خالص كده. انا حطيتهم في 3 اكياس في الاول، بعد كده الاسترتش، وبعد كده الورق الالمونيا، وبعد كده بالسولوتيب كده. انا بقول لكم ان انا عاملاها يوم 8/6 اهوت، هفتح عليه بعد 11 يوم. هنا كده اخر كيس اللي هو الكيس الاسمر، هحط منه كيسين واحطها في علبة واحطها في مكان مظلم بلاش الفرن. يعني ممكن في اي ضلفة عندك كده تحطي فيها. طبعا زي ما انتوا شايفين اهوت بحط الاكياس كيسين سوبر كمان زي ما انا قلت لكم. بحاول اطلع منها الهواء ابرمها قوي، وبعد كده اقفل الاكياس. هنا جبت قطعة فحم زي ما انتوا شايفين وعلبة تبروير، حطيت الفسيخ فيها. وزي ما انتوا شايفين انا بقول لكم ان انت كل يوم لازم تلفيها كده مرة فوق ومرة تحت، وتحطي قطعة الفحم دي ما بيعملش ريحة. وبقفل العلبة لازم تكون محكمة، وبقفلها على الزرار ان هي تبقى ما تطلعش هوا نهائي. هنا كده انا هفتح على الفسيخ بعد 10 ايام. طبعا قايله لكم ان انا حاطه فحم عشان الريحه ما خلاش ريحه في البيت، والقفل العلبه محكمه. الاكياس اللي انا حطاها على الجنب دي عشان بس ما كنت بقلب الكيس كل يوم كان في مطرح الربطه بتبقى عامله ارتفاع، فبقى بظبطها بالاكياس التانية على الجنب. هنا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اهوت ما تنزلش ولا نقطه ميه في العلبه، هتلاقوا الميه كلها جوه. بصوا شوفوا هنا كده التلات اكياس الاولانيين ما فيهمش حاجه خالص. هنا كده الميه جوه الكيس مع الاسترتش، مع الورق الالومنيا مع اللزق هنا حافظ عليه والاسترتش. التلاتة مع بعض هيخلوا الحرارة بتاعته تستوى، وفي نفس الوقت تخلي الميه ما تبقاش بره يبقى يعمل ريحة في البيت. هنا كده انا طلعته وشطفته شطفة من بره طبعا من الملح، وبقطع الراس وارميها طبعا هي اللي فيها الملح كله. وبقطع بنضف السمكة من بره، بقص الديل والسفة اللي بيبقى في الجنب ده. وبعد كده هجرد الفسيخة كلها ممكن تجرديها بالقطعة اللي انا بجرد بيها دي، بتبقى عند اي حد بتاع بلاستيك، او ممكن تجرديها تقلبي المقص وتجرديها بالراحة كده عشان ما ينطرش ويبقى ريحة المطبخ عندك مش حلوة. انا انا مسرعة الفيديو بس انا بعمل بالراحة عشان الرخامة بتاعتي والدنيا ما تبص. طبعا انا بجرد السمكه كويس من بره زي ما انتوا شايفين، وبعد ما اجردها هفتح البطن بتاعها عشان انا ما بحبش اكلها. في ناس بتاكلها من غير ما تجردها، لا انا ما بحبش كده. انا كده فتحت البطن بتاعها زي ما انتوا شايفين اهوت، بشيلها بمنديل انضفها كويس جدا، انضف البطن. وبعد كده بفتح السمكه بقيتها واشيل السلسله. شوف السلسله بتتشال بسهوله جدا. شوف اللحم بتاعها بامبا ازاي. السمكه جميله مستويه من جوه وريحتها جميله جدا مش ريحتها زفره. شايفين السلسله بتتكسر بسهوله ازاي زي ما انتوا شايفين، بتطلع من اللحم لان انا طبعا مدلكه البوري وهو لسه ني. هنا كده انا حطيت عليه ليمون، ممكن تحطي انت خل وبتقدميه طبعا مع طماطم وبصل وفلفل وخيار. الفسيخ طبعا انا عاملاه في البيت بيبقى اوفر كتير وحلو جدا لمرضى الضغط لان انا عاملاه بملح خشن فانا مش مملحاه قوي. انا حاطه ده نص كيلو ملح على 2 كيلو الا ربع سمك، فجميل جدا مش مزوده الملح. بألف هنا على اللي كله. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.